تربوية في البسملة أيضا، إن البسملة هي تبين لك أن مفتاح التعرف على الله هو الرحمة. مفتاح التعرف على الله. ليه ما قالش بسم الله الجبار المنتقم شديد العقاب؟ بسم الله الايه؟ الرحمن الرحيم. طيب، الحمد لله رب العالمين تكلمنا فيها على موضوع مهم جدا، والنهارده هنربط معاها ايه؟ الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، قلنا الحمد أعم من الشكر، يعني الحمد يتضمن الايه؟ الشكر. الحمد لله رب العالمين، يعني نحن نحمد الله. لماذا نحمده؟ لأنه ايه؟ رب العالمين، هو اللي بيربينا، والرب هو المالك السيد المدبر المصلح للأمر، هو مالك كل شيء والقائم عليه والمهيمن والمصلح والمدبر. طيب، فلذلك نحمده لأنه رب العالمين، ونحمده لأنه الرحمن، ولأنه الايه؟ الرحيم، ولأنه ايه؟ إليه المرجع، مالك ايه؟ مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين يربينا ونحن ايه؟ نحمده. يبقى العلاقة بين المربي والمربى علاقة ايه؟ علاقة عطاء وشكر، علاقة قائمة على الايه؟ العطاء والايه؟ والشكر. والله عز وجل يقول ايه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر كل ما يزيد الايه؟ العطاء. واتكلمنا على أن العلاقة بين المربي والمربى أيضا في عالمنا لابد أن تقوم على هذا، تقوم على العطاء، وتقوم على إيه أيضا؟ تقوم على الرحمة. الإشارة اللي بعديها إيه؟ الرحمن الرحيم. المربي يربي وينفق ويؤدب وكذا، والأساس الأول في التربية ينبغي أن يكون الإيه؟ الرحمة. الرحمن الرحيم، هذا هو الأساس الأول في الإيه؟ في التربية. لكن هنا لنا وقفة في مسألة التربية، التوسط في التربية بين الرحمة والإيه؟ والشدة. يعني أساليب الناس في التربية بتختلف. تلاقي في ناس مدلعين ولادهم قوي وطبطبوا عليهم قوي قوي قوي، وفي ناس ماسك العصا ليل ونهار، ويعني ليس هناك إلا الشخط والزجر والضرب والصفع. فلا هذا هو الصواب ولا هذا هو الصواب. ليه؟ هتقول لي ما أنت لسه بتقول لي له الأساس الأول في التربية هو الإيه؟ هو الرحمة. وربنا بعد ما قال له رب العالمين قال إيه؟ الرحمن الإيه؟ الرحيم. طيب ما بعدها قال إيه؟ المالك يوم الدين. خد بالك، أنا برحمك في الدنيا بس هترجع لي فين؟ هترجع لي في الآخرة وهصفي الحساب معاك. هترجع. يبقى هذا تهديد ولا لا؟ تهديد. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اللي هو غفور رحيم والرحمن الرحيم، طب ما قال لنا إيه؟ قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه إيه؟ غفور رحيم. يعني أنت تؤمن بصفة واحدة اللي على مزاجك وتسيب الصفة الثانية؟ هو ربنا رحمن ورحيم فقط؟ لا، رحيم وشديد العقاب وغفور إيه؟ رحيم، سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه كلها صفات الله عز وجل، ونستفيد من ذلك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نستفيد منها إيه؟ أن التخويف والزجر للمربى لمن تربيه لا ينافي الرحمة. التخويف والزجر إذا كان في موضعه، إذا كان في إيه؟ في موضعه وبحقه لا ينافي الرحمة، بل هو من منطلق الرحمة. هو جاي منين؟ من الرحمة. وإلا ما كان يبقى ربنا بقى إيه؟ قاسي وشديد وكذا وكذا، حاشا لله، لأنه يخوفنا. ذلك يخوف الله به إيه؟ عبادة. ده ربنا بيخوفنا، بيقول كده أنا بخوفكم، ذلك يخوف الله به عبادة. وبعدين يقول لهم إيه؟ يا عبادي فاتقون، خافوا. خد بالك، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، بالك، خشوني
اخشوا الله عز وجل، ارهبوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. علاقة التربية دخول التخويف والترهيب بحقه وبشرطه وفي موضعه، هذا من الحكمة. وهنا تحضرني قصة أشرت إليها في حلقة على اليوتيوب نشرتها من فترة قريبة لأحد المشايخ، مشايخ الصوفية المشهورين، ولا مانع أن أصرح باسمه لأن أنا فضحته يعني وقلت ذكرت القصة. طبعا لست أنا، لم يكن سرا بيني وبينه، ده هو نشرها على الإنترنت، فأخذتها وعلقت عليها. القصة الشيخ اسمه الحبيب الجفري، صوفي طبعا معروف يعني. فبيقول كانت أعظم أمانية أن أحفظ ولدي، أحد أبنائي، أن أحفظه القرآن. أحد أبنائي كان أعظم أمانية أن أنا أحفظه القرآن. فأتيت بمحفظ يحفظ ولدي ويحفظ معه أبناء أختي، ولاد أختي. فجاء ابن أختي يشكو إلي وقال يا خالو، هو بيقول يا خالو، لماذا المدرس الكندي هم في مدرسة كندية ما شاء الله، مدرسة خاصة وفيها ناس مدرسين بقى كنديين ملاحدة ولا نصارى الله أعلم إلى آخره. لماذا المدرس الكندي في المدرسة يحترمنا، ومدرس القرآن الشيخ الذي يحفظنا لا يحترمنا؟ قال له كيف يعني؟ كيف لا يحترمكم؟ قال له المدرس الكندي نقول له أي شيء يصدقنا ويحترمنا، والمحفظ شيخ القرآن نقول له كان عندنا كذا أو تأخرنا لكذا أو لم نحفظ بسبب كذا، فيقول لا تكذبوا، الذي يكذب يدخل النار، ويعني يقول لنا مثل هذا الكلام. فالشيخ لم يعجبه هذا، قال لا أنا أشوف بقى الحكاية دي بنفسي. قال فدخلت عليه ذات مرة بغير استئذان، ولم يكن ذلك من عادتي، دخل كده فجأة يعني. قال فدخلت لقى مصيبة. إيه بقى المصيبة؟ قال فوجدته قد وضع عصا خيزرانة، وضعها على المنضدة فقط. طيب هل ضربهم؟ لا. هل شكى أحد من الأولاد أنه يضربه؟ لا. هل أبدا، الراجل حاطط وضع عصا. فلما رأيت العصا قلت له يا شيخ جزاك الله خيرا على نيتك، ولكن لا حاجة لنا بهذا، تفضل خذ حسابك وتوكل على الله. فالشاهد هنا خد بالك ماذا فعل الشيخ؟ هل صرف الشيخ وجاء بشيخ آخر؟ قال استنى بقى. ثم قال قولته هذه، قال قولة جميلة عجيبة أوي. قال قلت له كفانا، لأن ينشأ أولادي غير حافظين للقرآن وهم محبون له خير من أن ينشأوا حافظين للقرآن وهم غير محبين له. مش هحفظهم خلاص كده. ليه يا عم؟ قال لك لأن ينشأ أولادي غير حافظين للقرآن، لا بس بيحبوا القرآن، أفضل من أن ينشأوا حافظين للقرآن غير محبين لا. والله حجج إبليسية، وتذكرني بقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين لما نزل، شياطين الإنس والجن، لما نزل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وكذا، وحرم الميت والدم ولحم الخنزير، فالمشركون جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. جادلوه ازاي؟ بشبهة ألقاها الشيطان. جم قالوا له يا محمد هنسألك سؤال، الميتة اللي ماتت دي من قتلها؟ مين اللي موتها؟
أليس الله هو الذي قتله؟ الله هو اللي موته. طيب قالوا له والتي تذبحها أنت تذبحها بيدك بإيه؟ بسكين من إيه؟ من حديد. طب يا راجل ألا تعقل؟ بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش يكون عندك عقل كده وتميز؟ أفتأكل ما ذبحت أنت بسكين من حديد، وبعدين طوروا الأمر بقى، ولا تأكل ما زكى الله بشمشير من ذهب. ده طوروا الأمر بقى. قالوا إيه لما سلمنا لهم إن الإيه الميتة دي ربنا اللي إيه هو بالفعل ربنا الموت، فاخترعوا اختراع تاني بقى إن ربنا زكاها وذبحها بسكين من ذهب. بسكين من إيه؟ ذهب. وقالوا له بقى تسيب اللي ربنا زكاها وذبحها بسكين من ذهب وتاكل اللي انت ذبحتها بسكين من ايه؟ من حديد. طبعا شوف الشيطان بيعمل ايه. فيجي يقول له ايه؟ يقول له لأن ينشأ أولادي غير حافظين للقرآن وهم محبون له خير من أن ينشأوا ايه؟ حافظين للقرآن وهم لا يحبون. بلا حفظ القرآن بلا، مع أنه كان يحب أن ايه؟ طيب ما في طرق كثيرة بديلة تأتي بمحفظ آخر راجل كده إيه حليم وحكيم، وتوصيه أن تجلس أنت وتحفظ أولادك القرآن بنفسك، أن توصي الأولاد بالصبر وتقول لهم الشيخ يعني يريد بكم الخير وكذا هناك. وبعدين تعالى أنا بتكلم في إيه؟ بتكلم إن يكون في موازنة بين الرحمة وبين الإيه؟ وبين الشدة، وأن الرحمة لا تعني عدم التخويف وعدم الترهيب وعدم استعمال الشدة في موضعها. كم من حفظة القرآن اليوم يذكرون حيث علقهم الشيخ في الفلكة، الشيخ اما علقهم في الفلكة كده واتمدوا، واخد بالك؟ طب ده هقول لك على حاجة، فضيلة الشيخ الشعراوي نفسه يحكي مشاهد من الكتاب واللي حصل، ومشاهد وهو بيسمع في المدرسة وهو في مش عارف ايه، ومشاهد عجيبة يعني، خد بالك. فكان بيسمع وواحد سمع أخطأ، فيعني فضحكوا عليه وبتاع، فجي هو يسمع فأخطأ خطأ أشنع منه، فتعلم من ذلك ألا إيه؟ ألا يعير أحدا إلى آخره. فكل المشايخ كل العلماء يشكرون مشايخهم ويشكرون آباءهم على شدتهم في تعليمهم وتحفيظهم في الايه؟ في الصغر. طب اقول لك على حاجه، الشاب اللي كبر كده بقى عنده 30 سنه ولا بتاع وتزوج وعد اولاد وهو لا يحفظ ايه من القران، او يقرا القران ولا يصح قراءه الايه؟ القران، بيعمل ايه؟ يقول الله يرحمه ابويا بقى، وهو عايز يقول كلمه تانية بدل الله يرحمه، خد بالك؟ الله يسامحه، ولا حفظني القران ولا وداني الكتاب ولا، خد بالك؟ ممكن امه ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له ما انت كنت بتهرب، يقول لك كان يضربني. بيحصل ولا لا؟ فيتمنى ان لو كان والده قد اشتد عليه وقد ارهبه وخوفه. فالشاهد الذي نريد ان نقوله الرحمن الرحيم بعدما ذكر الايه؟ الرحمه وانها اساس التربيه، لوح بالشده ولوح بالعقاب الذي يكون في الايه؟ في الاخره، فقال مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر لنتعرف على بقية الإشارات التربوية الرائعة في سورة الفاتحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله.